السلام عليكم الحدقات والحادقين، اش اخباركم؟ مبروك عواشركم، كي داير ما عز عليكم. ايوا ان شاء الله نبداو باللي كتب الله، نبداو بالزميته من التحضيرات ديال رمضان. الله يوصلنا على خير وبخير وصومونا بالكمال يا ربي، حنا وجميع المسلمين. فمن اهم الاشياء في رمضان هي الزميته. هنا عندي الدقيق محروق، واحد 2 كيلو، يعني كيكون محمر مزيان. عندي 2 كيلو ديال الزنجلان، كيلو سحقته مزيان، كيلو ونص مسحوق مزيان، ونص كيلو خليته حبوب. عندي 2 كيلو ديال اللوز، كيلو مفسخ ومقلي يعني غير مهرمش، وكيلو مسحوق مزيان حتى خرج الزيت ديالو. عندي 3 د المعالق كبار ديال قرفه، 3 ديال النافع، 3 ديال حبه حلاوه، واحد شويه ديال المسكه الحره دقوقه بالملحه. هنا عندي واحد 250 غرام ديال الزبده نوازيت، وزدت فيها الزيت اللي قليت به اللوز. هنا كنجمعو ان شاء الله. غادي ندير الطحين ديالي. درت دوك 3 د المعالق ديال القرفه، 3 ديال حبه حلاوه، و3 ديال النافع البلدي والبستالي، كيلو ديال الجنجلان مسحوق مزيان حتى كيبدا يخرج لي دم ديالو. وهنا ما قلت لكمش عندي نص كيلو ديال السكر، يعني السكر عندي ديال القالب اللي طحنته وغربلته وخرجت منه 500 غرام. غادي نزيد هنايا هذاك اللوز اللي طحنته حتى خرج الزيت. يعني هنا عندي المقادير متعادله: 2 كيلو ديال الطحين، 2 كيلو ديال الجنجلان، 2 كيلو ديال اللوز، نص كيلو السكر كلاصي، 3 ديال المعالق د القرفه، 3 د النافع، 3 ديال حبه حلاوه. اما بالنسبه للطحين والزنجلان واللوز فكيكونوا متعادلين كيف كيف، 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو. هنا عندي واحد 4 الحبات ديال المسكه الحره اللي دقيتهم بالملحه. الملحه لابد منها، فهي اللي كتخرج النكهات. غادي نرمل هذاك الدقيق ديالي بهذاك الزنجلان واللوز اللي مسحوق بزاف. يعني سحقته اللوز ودرتو في هذيك واحد الاله، يعني اللي راها مداوله دابا بزاف، ديال التبزيره، كتسحق مزيان. غادي نزيد هذاك السكر كلاصي، يعني ماشي سكر كلاصي شريته، لا انا درتو على يديا. فطحنت السكر وغربلته مزيان في الغربال الرقيق حتى ولا سكر كلاص. صافي. واللي يعني بامكانها، انا مازال غادي واخا بينت لكم المقادير متعادله، مازال كنغلب اللوز شويه، كنزيد. هنا غادي نزيد هذيك الزبده ديالي والزيت، وما غاديش نكتفي بهذا، يعني هاد التخلاط فوق البلون دو طرافاي، فغادي تعطيوني وقيات. غادي ننزل على ركابيه كيف ما كدير المرأة المغربية، غادي نتثنى على ركابيه وغادي ندلك الزميته، لانها كتبغي تدليك مزيان. الزميته كتبغي تدلك. فانا بينت لكم يعني القاعده لا باز ديال الزميته، وهي ان الطحين والزنجلان واللوز يكونوا متعادلين. من بعد الا بغيتي تزيدي شويه ديال اللوز فزيديه، فلا ماشي مشكل. فغادي ندلكها مزيان وغادي نرجع لكم. هنا اكتفيت بواحد الرابعه ديال الزبده حيوانيه اللي ذوبتها حتى نشفات من هذاك الحليب ديالها، وحيت لها ديك الكشكوشه الرغوه اللي كتكون من الفوق، وزدت فيها الزيت اللي قليت فيه اللوز، يعني ما يعادل واحد تقريبا نص لتر ديال الزيت. فهنا راني دلكتها مزيان، يعني بدات كتجمع، وما كندير لهاش العسل اولا اللي دام بزاف كنديروه في الزميته اللي كنكونوا غادي نفرقوها سواء في السابع سواء في مناسبات اخرى باش كنقطعوها.
شوفوا اللوز هنا عندي اللوز كونكاسي، يعني غير هرمشتو. دابا نوريكم هذيك الاله ديالي، راه كلشي دابا تقريبا كيشريها، لان كطحن التبزيره، كطحن هاد المواد هادي كتسحق، يعني افيكاس كيف ما كيقولوا. غادي نزيد اللوز بعد ما زدت هذاك الزنجلان اللي عندي صحيح، داك نص كيلو، 2 كيلو كنحيد منها نص كيلو كيبقى صحيح، وكيلو ونص كنطحن كنسحقو. فاللوز هنا ما كيحتاجش يتدلك، كندلكها قبل ما نزيد اللوز. انا لازت هاد اللوز راه فما كنقدرش ندلك، راه كيتك كيف ما قلت لكم، راني قلتها لكم في الفيديوهات السابقه او في الزميطه ديال العام اللي فات. صافي، وكان نجمعوا الزميطه ديالنا هي هذه على الطريقه المغربيه. واللي بغات تزيد اللوز فوق القياس يمكن ليها تزيد، فانا كنكتفي ب2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو، 2 كيلو د الطحين، 2 كيلو د الزنجلان، 2 كيلو ديال اللوز، وعاد كنزيدوا المقادير الاخرى. وان شاء الله يدخل علينا رمضان بالصحه والهنا لجميع المسلمين يا ربي، ويصوموا لنا بالكمال. وهذه من الاساسيات ديال الطاوله ديال رمضان، وهي الزميطه او سلو او السفوف، كل واحد كيف ما كيسميه. ونتلقاو في وصفات اخرى ان شاء الله، والله يدخلوا علينا بالصحه والهنا يا رب، يمين، ونتلاقاو جميعا بحول الله.